انتوا متخيلين لو كان المرشح ده كسب كان مين اللي هيبقى السياسي نمرة واحد وقتها في الولايات المتحدة الأمريكية؟ كان تيد باندي السفاح اللي قتل أكتر من 100 ضحية. فالحلقة دي بالذات خليها حلقة في ودنك. عارفة لما تشوفي شاب كده وسيم، تقيل، راكز، مثقف، متعلم، كاريزما، مفهوش غلطة، قمر، وتلاقي الشاب التقيل ده اللي لافت نظر الكل جاي لك لحد عندك انتي يقول لك معلش استأذنك بس ممكن بس تساعديني عشان انا ايديا مكسوره بس زي ما انتي شايفه، ممكن بس تساعديني تشيلي معايا الشنطه دي احطها في العربيه. وانتي طبعا عشان انتي حد برضو ذوق جدا اكيد هتساعديه. يا خبر، وانا اقدر اقول لك لا؟ ده انا اساعدك بعناية بعناية كده اهو، وتشيلي معاه الشنطه وتحطيها له، وانتي ما تعرفيش يعني ان اليوم ده هو اخر يوم في حياتك. وده على فكرة مش سيناريو فيلم ولا حاجة في الخيال، دي بالظبط السيناريوهات والقصص الحقيقية اللي السفاح المعروف اللي اسمه تيد باندي عملها مع كل ضحاياه. تعالوا احكي لكم الحكاية. اتولد تيد باندي يوم 24 نوفمبر سنة 1946. 24 نوفمبر يعني برج، مش العقرب، القوس، في ولاية فيرمونت. أمه إليانور جابته عن طريق علاقة غير شرعية. وزمان في أواخر الأربعينات وفي الخمسينات والحاجات دي كانت بره، ما كانش الموضوع ده مسموح بيه، مش زي دلوقتي مثلا سنجل ماذر حاجة معروفة ومعترف بيها وعادية بالنسبة للناس. لا، زمان كانت عار كبير وحاجة كارثة سودا طبعا زي عندنا احنا دلوقتي. فأمه لما ولدته جابته عند باباها ومامتها وهم ربوه على ان هو ابنهم هم، وأمه كبر على انها هي اخته الكبيره. وطبعا جه في وقت من الاوقات وعرف الحقيقه، عرف ان اخته الكبيره دي هي امه وانها جابته عن طريق علاقه غير شرعيه. الموضوع ربكه جدا وهزه جدا وقل ثقته في نفسه وفي اللي حواليه. كان دايما شكل والدته هي كانت الشكل اللي بيدور عليه في كل ضحاياه. طبعا هي كانت قمر، كانت على طول بتفرق شعرها من النص سايح كده وطويل، وكانت دايما كل ضحاياه اللي بيختارهم كانوا نفس الشكل ده، حلوه وطويله وفرقه شعرها من النص وبيبقى نازل كده وطويل، تفرقوش شعركم من النص. ومع ذلك تيد كان عبقري جدا، كان ذكي جدا، كان شاطر جدا في دراسته، درس علم النفس وكمان بعدها دخل كلية الحقوق واشتغل في مركز لمنع الانتحار. يعني تخيلوا السفاح اللي احنا بنتكلم عنه اللي يقال ان ضحاياه وصلوا لاكتر من 100 ضحية، كان هو نفس الشخص اللي بيعالج مرضى وبيقنعهم ويتكلم معاهم علشان يحافظوا على حياتهم وما ينتحروش. تيد باندي كمان من كتر ما هو كان ذكي ولبق ومحبوب وليه شعبية ومقنع لأي حد وواجهة مشرفة، كان مسؤول عن حملة انتخابية لأحد المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. انتوا متخيلين لو كان المرشح ده كسب كان مين اللي هيبقى السياسي نمرة واحد وقتها في الولايات المتحدة الأمريكية؟ كان تيد باندي السفاح اللي قتل أكتر من 100 ضحية. فشوفوا قد ايه هو كان مقنع، وقد ايه فعلا ما ينفعش ان احنا نآمن ونصدق 100% اي حد، لازم نشغل عقلنا بجد ونتوقع اي حاجة من اي حد. تيد باندي ما ارتكبش جرايمه في مكان واحد بس، لا ده اشتغل في الولايات كلها، من ولاية لولاية لولاية ولولاية، وكل ولاية يروحها يروح يرتكب فيها جرايم وينسحب. كان عامل زي الزيبق كده، ما تعرفش تمسكه في حتة. أول جريمة ليه كانت في واشنطن سنة 1974. اقتحموا سكن للطلبة. كان في طالبة هو عينه عليها كده بقاله حبة اسمها ليندا، دخل عليها وهي نايمة على سريرها وقتلها بعتل حديد لحد ما الدم كان مغرق سريرها، واخدها وهي فاقدة الوعي خالص، طبعا بقى مضروبة على دماغها 100 ضربة. اخدها من السكن بتاعها واعتدى عليها وفضل يعذب فيها. مش بس كده، ده كمان قطع راسها وخد الجمجمة بتاعتها واحتفظ بيها في بيته. وفي نفس السنة راح شاطئ اسمه لايك سامامش، يا رب أكون بنطقها صح يعني. خطف بنتين، جينيس أوت وبنت تانية اسمها دينيس مانسون، الاتنين خطفهم مع بعض في عز الظهر، واستخدم حيلة ايديه المكسورة وطلب منهم ان هم يساعدوه ان هم يشيلوا القارب بتاعه، يشيلوه على العربية الفولكس بتاعته علشان هو ايده بقى حرام مكسورة. اخد الاتنين في مكان مهجور شوية واعتدى عليهم وخنقهم وبدأ ان هو يعذب فيهم. واعترف بعد كده ان هو حتى بعد ما موتهم ودفنهم في المكان ده كان بيروح ويجي على مكان دفنهم
ويفضل يبص عليهم كده فرحان باللي هو عمله. يقال كمان ان هو كان بيستمتع وهو بيسرح لهم شعرهم وبيحط لهم ميك اب. طبعا بقى لحد ما الجثث بقى ابتدت تتحلل اكيد قرف منهم وسابهم. الجرائم اللي بعد كده كانت في يوتا وكولورادو، هو عمال يتنقل. بنت اسمها كارين كامبل اختفت وهي في ممر فندق، كانت نازله عشان تشتري مجله. هو طلع عليها وقتها، خبطها على دماغها بحاجه وخدها برضه وهي فاقده الوعي، وفضل يضرب فيها جامد جدا ويعذبها لحد ما جمجمتها اتكسرت من كتر الضرب اللي ضربوا فيها. وبعدين قلعها عريانه خالص ورماها في الغابه. وفي نفس الولايه دي حاول ان هو يخطف بنت اسمها كارول دابت. حاول بقى دخل عليها بحيله ايه، القمر ده لبس لبس ظابط كمان، واقنعها ان هو محتاجها انها تشهد معاه شهاده، تركب معاه العربيه ويتجهوا للقسم. بس وهي راكبه معاه العربيه شكت فيه، وبصت كده في العربيه، حست ان هي مش مرتاحه وان الموضوع مش منطقي. وفجاه وهم على الطريق السريع فتحت الباب ونطت من العربيه وجريت بسرعه وبلغت اسم الشرطه باللي حصل معاها. وكانت شهادتها دي هي اول مسمار اتدق في نعشه. لما كارول قالت للشرطه مواصفات تيد وشكل عربيته والحاجات دي كلها، الشرطه نشرت يعني المواصفات بتاعته، وعملت رسم تقريبي ليه ونشرت وقالت ان اللي عنده اي معلومه عن الشخص ده يتواصل معانا. كان في الفترة دي كان تيد كان مرتبط عاطفيا، يعني شايفين كل الجرايم والشقط اللي بيشقطوا للبنات دي واللي بيعملوا معاهم. كان في برضه كان في الفترة دي هو أصلا مرتبط ببنت اسمها إليزابيث. إليزابيث لما شافت المعلومات دي والوصف اللي اتوصف والعربية، هي راحت للشرطة وبلغت 3 مرات. 3 مرات قالت لهم المواصفات دي بالظبط هي نفس مواصفات الشخص اللي أنا مرتبطة بيه، اسمه كذا ومعلوماته وكل حاجه. لكن الشرطه يعني لما جت تحرت عنه وشافت سمعته وشكله ومكانته وعلاقاته السياسيه وعلاقاته بالمجتمع اللي حواليه، استبعدوا تماما ان هو ده يكون المجرم. لكن القدر لعب لعبته. في شهر اغسطس 1975 وبالصدفه ضابط مرور وقف تيد وهو بالعربيه بتاعته، زي بيشوف رخصه يعني والحاجات دي. فهو بيشوف الرخص بتاعته بيبص في العربية، استغرب لقى معدات زي حبال وأدوية تخدير وأكياس زبالة، اللي هو أنت تشوفها كده تقول إن الشخص ده مجرم أو بيخطط لجريمة أو وراه حوار يعني. فأخدوا معاه على اسم الشرطة، ولما راحوا بيه اسم الشرطة جابوا كارول عشان تتعرف عليه. فبالفعل قالت إن هو ده الشخص اللي حاول يخطفها، واتقبض عليه بتهمة محاولة خطف كارول. لما اتقبض عليه هو كان طبعا بينكر كل التهم دي، وقرر ان هو اللي يدافع عن نفسه، هو محامي وهو لابق ومفيش حد هيعرف يدافع عنه اكتر منه. لحد ما وصلنا ليونيو 1977، يعني بعد حبسه بحوالي سنتين، طلب ان هو يروح مكتبة السجن علشان يحضر الدفاع بتاعه اللي هيقوله قدام المحكمة، يشوف كتب القانون والحاجات دي علشان يحضر الدفاع بتاعه اللي هيقوله قدام المحكمة. وحضر خطة ذكية جدا للهروب من شباك المكتبة، وبالفعل قدر ان هو يهرب 6 ايام، لكن عرفوا ان هم يقبضوا عليه. طبعا انت افتكرت ان خلاص كده هو اتقبض عليه وخلصت حكايته. حاول يهرب واتمسك، خلصت حكايته. ما تعرفش ان هو ما بييأسش وقرر تاني ان هو يهرب. هروبه الاولاني كان في شهر يونيو 1977، المره دي في ديسمبر 1977 يعني نفس السنه. فكر في خطه رهيبه حقيقي ولا الافلام. عمل ايه؟ خسس نفسه جدا جدا جدا، منع الاكل وبقى رفيع جدا. ليه؟ علشان يحاول يهرب من فتحات التهوية اللي في الزنزانة بتاعته. وبالفعل عرف يهرب من فتحات التهوية دي، وخرج بره السجن خالص وهرب بره الولاية كلها وراح لحد فلوريدا. طبعا انت افتكرت ان خلاص بعد ما هرب الموضوع خلص، يا اخي ده انت ربنا نجاك، انت عارف انت كنت في ايه، اكيد بقى عشت في حالك وهادي. لا يا حبيبي، ما حصلش كده خالص. اللي حصل ان هو بعد ما راح فلوريدا ابتدى ان هو يرتكب ابشع جرايمه. لما راح فلوريدا عمل ايه؟ انا مش عارفه ايه حكايته مع السكن الجامعي والطالبات بصراحه. راح هناك في سكن جامعي اسمه تشي اوميجا، راح هناك الساعه 3 الفجر، راح وعمل جريمه بشعه. قتل بنتين، ليزا ليفي ومارجريت بومان، وهم يا عيني نايمين خالص وغطسانين في النوم. طلع عليهم وفضل يخنق فيهم ويضرب فيهم. بصوا يعني هو كان بيضرب
بمنتهى الغل وبمنتهى القسوه والعنف. مش ضرب مثلا، مش ضرب عادي بنيات ولا سحل ولا اقلام ولا حاجه، كان بيضرب بغباء، بيعض وتحس ان هو بياكل الضحيه اللي بين ايديه. فغلط غلطة عمره، وهو بيعتدي على واحدة فيهم، عضها عضة زي ما تقول ايه، كل بيها الجلد بتاعها، فعملت شكل الأسنان. والأول مرة تم استخدام علم طب الأسنان الشرعي علشان يحددوا القالب بتاع الفك بتاعه ويقارنوه بالعضة دي بالفك بتاع تيد باندي. وطبعا طلعت مطابقة 100%. قبل بقى ما يتقبض عليه عمل اخر جرايمه يا عيني، راح قتل طفله عندها 12 سنه بس اسمها كيمبرلي ليتش. زي ما يكون ايه، بيودع الجرايم خلاص، اللي هو انا خلاص كده، انا شكلي كده خلاص ده الاخر وهيتقبض عليا للابد، فاختمها ببنت صغيره كده وانا ماشي في الطريق. تعالوا نتكلم عن المحاكمه بتاعته، اللي كان اغرب حاجه فيها، والحاجه اللي انا بجد بستغربها قوي، موجوده في العالم كله وموجوده حتى في مجتمعنا، ان ناس كتير قوي بيتعاطفوا مع المجرم، بيلاقوا في حاجه، بيلاقوا نفسهم بيدافعوا عنه، وبيلاقوا ان هو يا حرام ما يستاهلش اللي هو فيه. يشوفوا المحاكمات بتاعته اللي بتتصور وبتتذاع، واحد وسيم بيتكلم بكل لباقه وبكل تقل وبكل هدوء، قد ايه كان ليه كاريزما. البنات كانوا بصوا، كانوا في بنات بتنهار منه، رسائل الحب والهدايا والجوابات الغرامية، والبنات اللي كانت يعني متعاطفة جدا جدا معاه كانت غريبة وكانت مريبة، لدرجة ان هو اتجوز واحدة من معجباته اسمها كارول. اتجوزوا قدام القاضي، هو القانون بيسمح بكده ان هو عادي من حقه ان هو يتجوز، وليهم خلوة شرعية، وبالفعل خلفت منه طفلة. والمحققين كانوا بيقولوا ان اصعب حاجة كانت بتواجههم في المحاكمة بتاعت تيد باندي هي اقناع الناس ان الشخص ده فعلا مجرم وان ما يستاهلش التعاطف. واخيرا في 24 يناير سنة 1989 اعترف تيد باندي ب 30 جريمة قتل بس من اللي نسبت إليه، وكان بيعترف بيهم على فترات، يعني مثلا إيه، كانت حاجة تثبت عليه يعترف بيها، يدي فترة شوية يعترف بواحدة تانية. المهم إن هو اعترف بحوالي 30 جريمة بس علشان يطول مدة المحاكمة، عشان يعيش لأطول فترة ممكنة، بيأجل يعني شوية حكم إعدامه. في النهاية اتحكم عليه يوم 24 يناير سنة 1989 بالإعدام بالكرسي الكهربائي، وبقوة 2000 فولت دخلوا في جسمه. انتهت قصة تيد باندي. لو عايز تعرف اكتر عن حكاية تيد باندي، انا كده حكيتها باختصار برغم ان انا طولت، بس كل ده ما يجيش حاجة في الحقيقة. اكتب بس سيرش على جوجل تيد باندي واقروا وعيشوا مع صوره واخباره وكل حاجة. ولو مهتمين بالنوع ده من القصص، اعملوا فولو بقى لصفحتي على الفيسبوك يارا خليفة، وعلى اليوتيوب وتيك توك وانستجرام. وصدقوني حلقاتي مش حلقات عادية، الحلقة بتاعتي هتكون حلقة في ودنك. باي باي.